كل سنة احنا طيبين ومصر كلها بخير والعالم كله يا رب. وحشتوني جدا، عاملين ايه؟ ومعانا حاجة حلوة النهاردة، الفراخ بطريقة حلوة وبسيطة وجميلة جدا. بنحب الفراخ المشوية برا على الفحم، واحنا هنعمل احلى تتبيلة واحلى فراخ مشوية. تتبيلة جميلة، بشرت بصلاية وملح وفلفل وقرفة وجنزبيل و7 بهارات، والبصل مبشور اهو. وهنتبل احلى تتبيلة وبشرة جوز الطيب، ونعمل احلى تتبيلة. ونقطع الفراخ بتاعتنا، يعني هنحاول نغزها كده ونشرح فيها عشان التتبيلة كلها تدخل فيها. وهنشوف نعمل ايه حاجة حلوة النهاردة، فرخة مشوية بطريقة حلوة. وهنعمل كمان كفتة مشوية على الشيش او في البايركس في الفرن او على النار في الطاسة كباب زي ما وريتكم. ونحمر وراه حاجات حلوة كده، بصل وطماطم، وبتبقى احلى مشويات زي عند الراجل بالظبط. ونديها مساج كده الفرخة الجميلة دي عشان كل التتبيلة تشتغل فيها. وما تنسيش كمان ليمونة مع التتبيلة، وهنشوف هنقطعها ونعملها ازاي. تبلنا الفراخ اهو حلو خالص يا حبايبي، وفتحنا فتحات كده بالسكينة علشان ايه تستوي بسرعة. تبلناها حلو خالص، ليمون وبصل مبشور وملح وفلفل وقرفة وجنزبيل 7 بهارات حتة كده، وبشرة جوز الطيب زي ما قلنا. وعملنا الفراخ حلو خالص، فتحنا اللي وراك شايفين كده، وهنا فتحنا شوية. والصدور بصوا عملنا ايه في الصدور اهي، شرحناها نصين اهي علشان نشويها. ونبتدي نحطها على الشبكة بتاعة الفرن اهي، غسلينها وحلوة. وتحتيها ايه الصينية دي بتاعتنا الستانلس الحوض ده، في مية سخنة. وهنبدأ نحط ايه الفراخ بتاعتنا بالتتبيلة الجميلة دي، ولا اروع اهي، حلوة جدا ولا اروع. نبتدي نرص الفراخ بتاعتنا على الشبكة اهي زي القمر. نرص الفراخ بتاعتنا عشان نشويها زي الراجل بتاع ايه طعمها يبقى زي الفحم، زي الشوي على الفحم كده. يلا اهي هنرص الفراخ بتاعتنا كده اهي، بس توضبيها بحيث ما تقعش منك. يلا هنكمل بقى الحاجة وارجع لكم. اهي شايفين يا حبايبي خطيرة، والمية حطيناها سخنة من الكاتل او السخان، وهنحطها بقى في الفرن. وشغلنا الفرن بتاعتنا ورمينا في المية ايه ليمونة واي توابل تحبيها، او من نفس الصوص هو نازل عليه. يلا هنحطها بقى في الشواية، خطيرة جميلة جدا، بتدي طعم حلو جدا وجديدة. وبتدي طعم الشوي بتاع بره بالفحم او الشواية الكهرباء او الشواية الفحم او الشواية بتاعت الراجل، خطيرة بجد، بتبقى طعمها حلو جدا. جربوها تشكروني عليها، جميلة جدا. اهم شايفين يا حبايبي خطيرة، هتبتدي تتشوي جميلة جدا. انا مش هغطيها علشان شوية كده بس تبتدي في السوا، اولع عليها كمان الشواية من فوق بس اخد بالي عشان تسوي فوق وتحت بس ما تتحرقش. يلا بالهنا والشفا، جميلة جدا، جربوها. هنشوفها لما تستوي. شايفين يا حبايبي اهي، انا شغلت عليها الشواية على طول عشان مستعجلة، شغلها سوا تحت وفوق اهي. شايفين اخر جمال، خطيرة بجد، جميلة جدا، والريحة تحفة. يلا بس تاخدي بالك منها عشان الشواية متحرقهاش. هحاول اطفي الشواية واسيب السوا يكمل من تحت، الفرن من تحت. يلا شايفين يا حبايبي الفراخ اتشوت، بقت خطيرة. شايفين ولا اروع ولا احلى، طعم وريحة تحفة. شايفين الجمال اهو، تحفة. في الفرن زي ما وريتكم على الشبكة، حطيناها على الحوض وتحتيها مية وحطينا ايه. يلا شايفين الجمال اهي، ولا احلى كبابجي. شايفين بنار اهي، جميلة جدا. يلا
وهنعمل احلى طحينة. يلا اعتمدوها، طريقة تحفة خطيرة بجد وطعمها تحفة. يلا بالهنا والشفا، كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. اهو يا حبايبي عملنا سلطة خضراء بتاعت الحاتي، بصل وخيار وطماطم وفلفل اخضر، وسلطة زبادي بالثوم والزبادي والخيار والثوم مهروس، وحتة فلفل اسود كده وبسيط ملح، واهو جميلة جدا. وحطينا ليمون على السلطة وكمون. يلا بألف هنا. وادي كفتة اهو باقيها بنشويه، خطيرة طعمها تحفة والريحة جميلة جدا، البيت كله مشويات الحياتي تحفة. يلا بألف هنا، كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. الفراخ اللي شويناها اللي في الفيديو اللي قبليه اهي، عشان انا عاملاها في يوم واحد اهو دلوقتي مع بعض. بنسخنها تاني عشان ناكل، والرز بنسخن العيش. يلا كل سنة وانتم طيبين، واعملوا الطريقة جميلة قوي، الريحة تحفة اكن شوينها بالفحم. يلا سلام.